الأخطاء التحكيمية أصبحت بمثابة الشبح اللي بيهدد استقرار الدوري المصري. هل المشكلة عندنا في الكفاءة بتاعت الحكام المصريين؟ طب هل المشكلة عندنا إن الحكام المصريين مش ملمين باللوائح والقوانين؟ طب إزاي الكلام ده؟ ما إحنا عندنا حكام دولية وعندنا حكام بتلعب وبتشتغل في مراسم دولية وحاجات قارية كبيرة، كأس عالم وبطولة أفريقيا، وكل ده بيكون تحت اختيارات الاتحاد الدولي. ولا هل المشكله مثلا ان عندنا حكام ليها ميول او ليها مثلا انتماءات لالوان معينه؟ طبعا ده لو موجود تبقى كارثه من كوارث الزمن، لان ده هيصعب عليك ان انت تحله بسهوله. لكن انا بالنسبه لي بستبعد الامر ده تماما شكلا وموضوعا. عندنا حكام عندها نزاهه وعندها مصداقيه بشكل كبير جدا، لكن الاخطاء اللي بتحصل اخطاء غير مغتفره واخطاء اكيد فادحه. وشفنا طبعا اخر موقف مباراه الزمالك ومباراه المقاولين العرب والخطا بتاع كابتن امين عمر، والحسن الحظ ان الموقف ده تحديدا كان بيتم تسجيله بشكل صوتي، يعني الناس سمعت وشافت الموقف وشافت الشرح وشافت حاله الجدل ما بين الفار وما بين حكم الساحه اللي هو كابتن امين عمر وكابتن محمد عادل في غرفه الفار. فالموضوع كان صعب. طيب اما قبل كده كان بيحصل ايه؟ اكيد كان بيحصل كوارث. لكن هي الفكره هنحل المشكله دي ازاي؟ هل فكره ان انا استبعد حكم من اداره المباراه هي دي الحل؟ ما هو هيبقى حل مؤقت لتهدئه الراي العام، بس بعد كده الحكم ده هيرجع ويشتغل وهتبقى الامور بالنسبه له طبيعيه جدا. فالنقطه من هنا في البنيه التحتيه، او النقطه من هنا في الاساس والمدرسه اللي بتطلع لنا النتاج اللي احنا بنشوفه. احنا عندنا مشاكل كتيره جدا بنحاول ان احنا نتخطاها، وبنحاول على قدر الامكان كمنظومه رياضيه ان احنا نطور من الكلام ده. طورنا في حاجات كتيره جدا السنه دي، وبصراحه في تطور ملحوظ. التصوير واداره المباريات والشكل وان الناس مغطيه كل حاجه تخص الدوري، والدوري حلو السنه دي والماتشات ما فيهاش مشاكل والتنظيم كويس. لكن برضو عندك بعض الديفوهات او السلبيات، عوده الجمهور في المدرجات، الاخطاء التحكيميه اللي كفيله ان هي تضيع مجهود فرقه بحالها بقالها سنه بتصرف وبتجيب صفقات وبتضيع مجهود مدربين ومجهود لعيبه لظل ان انت بتستهون او ان انت بتستسهل الموقف بشكل او باخر. اتمنى ان الناس تحاول ان هي يعني تحل الازمات والمشاكل اللي بتحصل من بدري، عشان الامور ما تتمداش والامور ما يتمش اتساعها بشكل اكتر من كده وبشكل اسوأ من كده، لان احنا مش هنبقى في حمل ان احنا نتعطل تاني بقى. خلاص الناس كلها عمالين نقول بتتطور والناس كلها بتجري وبتسابقنا، واحنا للاسف واقفين محلك سر. الناس بتحاول وكل حاجه، لكن لا، في مشاكل كبيره. هستنى بقى اسمع راي حضراتكم في الكلام اللي انا بقوله ده، وتحديدا موقف مباراه المقاولين العرب ونادي الزمالك، وايه رايكم في التحكيم في اول جولتين في الدوري الممتاز حتى هذه اللحظه. وما تنسوش بقى ان انتوا تعملوا شير ولايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين.